اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلب لما. النهارده جايبه لكم اكله جميله جدا، انا مسمياها اكله العشر دقايق او الاكله المنجزه، اللي هي في ثانيه بتعمليها. لو انت مشغوله عندك اي حاجه هتعمليها على طول. يلا بسرعه هنقول معانا ايه النهارده هنعمل صينيه بطاطس بالسجق. جميله جدا يا حبايبي ومش هتاخد منكم وقت. اول حاجه انا معايا هنا نص كيلو سجق، طبعا ده من عند الجزار. ومعايا كيلو بطاطس مقطعاها مكعبات، ومعايا بقى بصل وطماطم وفلفل قطع صغيرة جدا، ومعايا صلصة طماطم. طبعا انا بستعمل الطماطم اللي هي الطبيعية مش المعلبة. يلا بقى بينا نشوف الطريقة ايه. هنا بقى انا معايا صينية حطيتها تسخن وهحط عليها معلقة صغيرة زيت، مش هحط اكتر من كده. ليه بقى؟ علشان انا بسم الله هنزل كده بالسجق. انا عايزه اعتمد على الدهون اللي هتنزل لي من السجق. هفضل اشوح فيه كده، لان طبعا احنا عارفين ان السجق بيكون فيه نسبه دهن محترمه، فمش حرام ان انا احط زيت كتير، لان انتوا دلوقتي هتشوفوا الكميه اللي هتنزل من الدهون اللي فيه قد ايه. طبعا عايزه اقول لكم ريحته بسم الله ما شاء الله جميله جدا، حلوه قوي. بصوا بقى كده يا حبايبي، هو ما شاء الله تشوح كده تشويحتين. شوفوا بقى بسم الله القدام اللي نزل منه قد ايه، فمش محتاج ايه ان انا احط له قدام. انا بقى هنا بوسع كده عشان ايه، عايزه شويه القدام دول احط فيهم الخضار بتاعي، البصلايه والطماطمايه والقرن الفلفل اللي انا عاملاه. بسم الله. طبعا انا مش مزوده، يعني كل كميه ليها الحجم بتاعها، فانا مش حاطه حاجات خضره كتير علشان انا عامله نص كيلو بس. لو انت عامله ما شاء الله كيلو او اكتر طبعا بتزودي نسبه الخضار. انا عايزاهم بقى كده يطلعوا ريحتهم ويتبالوا معايا في قلب الصوص بتاع السجق. الريحه جميله جدا يا جماعه. تشويحه كده وهحط عليها البطاطس. بصوا بقى النهارده عايزين نتكلم مع بعض على جبر الخواطر. جبر الخواطر دوت من اعظم عباده، انك انت تجبري بخاطر اي حد. يعني مثلا اشتريتي خضار من حد قاعد فارش وهو يديك الخضار، تقولي له تسلم ايدك، الف شكر لحضرتك. لو واحده صاحبتك تعبانه متضايقه، ومجرد انك انت بس تسمعي لها، ده يا جماعه فعلا بيبقى جبر خاطر عظيم جدا. تسمعي لها وبتريحيها في الكلام، بتجبري بخاطرها. ربنا برضو بيبعت لك اللي بيجبر بخاطرك وبيرضيكي. دايما حطي في بالك المعلومه دي، انك تستري على حد مسلم وتراضيه بكلمتين وامنك على سره فتستريه وما تطلعيش سره بره. ده برضو جبر خاطر. انك تكوني عارفه حد مثلا معرفه مش جامده قوي، سطحيه، او مثلا ولي امر معاكي، انت مثلا اتقابلتي معاه مره اتنين، سمعتي عنه ان هو تعبان مريض لا قدر الله عنده مشكله، مجرد انك انت تتصلي بيه وتتصلي بيها وتكلميها وتسانديها، ده برضو جبر خاطر عظيم جدا. فيا جماعه عايزين بجد كلنا نجبر بخاطر بعض، وربنا يا رب يسهل لنا امورنا كلنا. بصوا بقى هو كده الريحه ما شاء الله طلعت. هنزل عليهم بالبطاطس بتاعتي اللي انا مقطعاها مكعبات صغيره. بسم الله. شايفين الجمال والحلاوه؟ حاجه جميله جدا بجد. البطاطس دي بقى دلوقتي رخيصه جدا. انت حابه تفرزيها في الفريزر، بتقطعيها وتعمليها زي فارم فريتسي كده، بتبقى حلوه برضو. استغلي اي حاجه رخيصه دلوقتي في السوق وحاولي انك انت تستفادي منها. بصوا بقى يا حبايبي، انتوا مثلا في المرحله اللي هي قبل ما احط فيها البطاطس حبيتي انك انت توقفي عند كده، مفيش مشكله. ممكن تبداي تحمري فيه وتشوحي فيه السجق وتعملي جنبيه بطاطس شيبسي او بطاطس صوابع محمره وتعملي سندوتشات، برضو بتكون وجبه حلوه معاكي. لكن انا بقولك برضو عشان تكون وجبه مغذيه ومشبعه، الصينيه دي جميله جدا، وبنعمل جنبها رز بشعريه وطبق سلطه. بقلب اهو عشان البطاطس تتشرب من كل الدهون اللي نزلت من السجق وتاخد الطعم. وانا هنا مش هتبلها غير بملح وفلفل اسود فقط، لان السجق ما شاء الله بيكون فيه توابل ريحتها نفاذه جدا.
بص انا هحط طرف المعلقه كده فلفل اسود. طبعا انتوا شفتوني بعمل الفلفل الاسود قبل كده، عملت حلقه الفلفل الاسود بالبهارات اللي انا بحطها عليه. وهنا ما شاء الله بحط بسم الله كده نص معلقه ملح، مش هكتر عشان ايه السجق بيكون برضو جاي متملح ومتهيأ على الاخر. فانا كده بسم الله اهو بقلبها. مع ان انا يا جماعه عندي برد والله وجيوب انفيه وما بشمش قوي، بس ما شاء الله لا يعني ما شاء الله ريحتها فعلا جميله. هبدا بقى اسقيها بايه؟ بصلصه طماطم، واحط بعدها كوبايه ميه. انا هنا ضربه طماطم معايا في الخلاط بسم الله، ومش هرمي دول. انا شويه ميه هغسل بيهم المج واكمل بيه الشوربه بتاعتي. بسم الله اهو. هحطها بالظبط دقيقتين على البوتاجاز، وبعد كده هبدا ان انا ادخلها الفرن درجه حراره 180. هتقعد حوالي ربع ساعه او تلت ساعه بالكتير، مش هتاخد معايا وقت. طبعا كل فرن حسب الحراره بتاعته وحسب الغاز اللي عندك، سواء غاز او انبوبه. وده بقى يا حبايبي الشكل النهائي بعد ما خلصت. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، جميله جدا. عملت جنب الصينيه شوربه عصفور، وكان عندي حتتين لحمه ورز بشعريه وطبق سلطه، والعصير بقى عملت عصير فراوله. اتمنى ان انتوا تشاركوا الفكره وتجربوها وتقولي لي في الكومنتات ايه رايك فيها.